ازاي اكون شخصية جذابة وعندي قبول؟ اولا خلينا متفقين ان القبول ده حاجة ملهاش اي علاقة بشكلنا نهائي ولا مظهرنا الخارجي، وان الانسان يكون محبوب وجذاب في كل قعدة وكل مكان، وقعدته يبقى مرحب بيها، دي حاجة جاية من جواه. روحه هي اللي جذابة، روحه هي اللي محبوبة. واعتقد ياما في ناس كتير جمال جدا ما شاء الله، وعلامات الجمال واضحة عليهم، لكن تقال على القلب، وما نحبش ابدا ان احنا نتعامل معاهم ولا نصاحبهم. ففي الفيديو ده انا هبين لك من وجهة نظري كأسماء الصفات اللي لو شفتها في واحدة مثلا اول مرة اقابلها بحس ان عندها قبول رهيب. اولا، مفيش بنت عندها قبول حسودة وقلبها اسود وحقودة. ده بيظهر جدا على الوش. يعني ممكن تكوني بتقابلي ناس اول مرة تشوفيهم في حياتك، ومع ذلك تحسي انهم تقال جدا على قلبك وما انتيش قبلاهم، وتيجي تشوفي ليه فانتي مش فاهمة. انا مش مرتاحة لها، وشها مش مريحني. وشها مش مريحني ده فعلا اوقات ما بتبقيش شفتي حاجة وحشة من حد معين، لكن بتبقي مش مرتاحاله. فبنسبة كبيرة قوي الشخص اللي قدامك ده بيبقى فعلا بيكن ليكي، او حاقد عليكي او حاسد عليكي او على الناس عموما. ما هوش شخص عنده سلام داخلي من الاخر، فتحسي ان وشه مش مريح. فالبنت اللي عندها قبول هي البنت الرايقة اللي عندها سلام داخلي، تحسيها كده عايشة في دنيا لوحدها، مركزة على نفسها بس مش مركزة في كل الناس اللي حواليها، فتلاقيها أجمل نسخة من نفسها. وده بقى ينعكس على شكلها الخارجي فعلا اللي بيجذب بقى، اللي هو ايه؟ هي مركزة على نفسها بس مش مركزة مع كل الناس وفي حياة كل الناس. فتلاقيها لابسة لبسها أجمل لبس ومهتمة بجسمها، مهتمة بشكلها، مهتمة ببشرتها، لأنها مركزة على نفسها بس. فتلاقيها أحسن نسخة من نفسها في كل حاجة، طريقة كلامها، تفكيرها، فكل اللي حواليها بينجذبوا ليها. يبقى أول حاجة لو عايزة يبقى عندك قبول، خلي عندك سلام داخلي وهدوء كده من جوه، والفيديو ده هيساعدك جدا في كده. تاني حاجة، الثقة والتواضع. مستحيل تلاقي بنوتة جذابة والقبول بتاعها مليون ما عندهاش ثقة في نفسها. ده كده كده لازم تكوني عارفة قيمة نفسك كويس، ومؤمنة وراضية بكل مميزاتك. من الآخر لما تكوني واثقة مش هتتصنعي وهتكوني طبيعية. واكتر ناس جذابين ومحبوبين وبنحس ان احنا فعلا مرتاحين قوي واحنا قاعدين معاهم هم الناس الطبيعيين. يعني انتي لما هتكوني واثقة من نفسك مش هتضطري لما تشوفي حد اول مرة فهتكوني عايزة تثبتي نفسك قدامه انك واو، فتبدأي تتصنعي. فده يخلي اللي حواليكي ينفروا منك، لان دي مش حقيقتك او مش طبيعتك، فبتعمليها بطريقة غلط. فلما هتكوني واثقة مش هتتصنعي، فهتبقي طبيعية، فالناس اللي حواليكي هيحبوكي قوي. بس مش معنى الثقة التكبر، لا، البنت الواثقة بتبقى في قمة التواضع. عمرك شفتي بنت متكبرة وشايفة كل الناس تحتها وحبيتيها مثلا؟ او بتقولي ايه ده، بتحسي لا دي متكبرة قوي احنا مش عايزين نتعامل معاها اصلا. مستحيل الشخص اللي عنده قبول يبقى كده. الشخص اللي عنده قبول بيحترم الصغير والكبير ومش بيحسس حد ابدا انه افضل منه. كمان اللي عندها قبول بيكون عندها، ودي تالت صفة معانا، فن الاستماع. خليكي مستمعة مش بس متكلمة، اللي هو بتبقي قاعدة أول مرة تشوفيه تبدأي تتكلمي دو 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 دو, دو, دو على طول. ف اولا ده بيبين انك مش واثقه من نفسك، لانك عندك كلام كتير قوي عايزه تقوليه بسرعه قبل ما الشخص اللي قدامك يزهق او يمشي او كده، يعني فانت عايزه تقولي كل اللي عندك. فاكتر حاجه بتخلي اللي قدامك يتشد ليكي بجد هي انه يحس انك بتسمعي بجد من قلبك. لما حد يتكلم اديله انتباهك الكامل، بلاش مثلا تمسكي الموبايل او تفضلي تتكلمي عن نفسك طول الوقت. حسسي اللي قدامك ان كلامه مهم ومشوق. لو عايزة فعلا تكوني صداقة معاهم او تدخلي قلبهم او تباني عندك قبول بشكل عام. بعد كده، الناس اللي عندها قبول عندهم ابتسامة هادية كده. الابتسامة دي يا جماعة هي مفتاح القلوب بجد. أنا باجي أفكر معظم صداقاتي الجيدة الحلوة يعني الناجحة ما شاء الله كانت أولها إيه؟
كانت اولها ابتسامة. نقابل بعض في مكان، فبفتكر اللقطة الأولى إن كنا بنبص لبعض كده، الله الوش كده، تحس إن يعني لا، أنا عايزة أقعد مع البنت دي 24 ساعة، أنا قلبي اتفتح لها. خلي ملامح وشك فيها نوع من المرح كده والانبساط، ده بيدي انطباع انك ودودة وسهل التعامل معاكي، ما انتيش بقى غليظة وتضايقي وكده يعني. بعد كده الرقة والأنوثة في الأسلوب. طبعا احنا بنات لازم يكون أسلوبنا رقيق وفيه أنوثة، ما ينفعش نكون مدكرين من الآخر يعني. البنوتة اللي صوتها هادي ورزين بتجبر اللي قدامها يهدى ويسمعها بتركيز. جربي كده توطي صوتك، مش قوي يعني، يكون واضح وهادي، هتتفاجئي من النتيجة بجد. يعني لو انتي اصلا طبعك بتتكلمي بسرعة، وعلى فكرة انا كنت من الناس دي جدا، اللي هو بتكلم بسرعة ومش بركز مع رتم صوتي عالي واطي ايه بالظبط، فدي كانت حاجة وحشة جدا وعاملة لي أزمات كتير في حياتي. حاولي كده تركزي مع تون صوتك، يعني تحدي نفسك، اعملي تحدي الشهر مثلا، ان انا هتحدى نفسي في خلال شهر اركز كل ما تيجي تتكلمي مع حد، ركزي مع نفسك، ركزي انتي بتقولي ايه، ركزي على تون صوتك يكون متوسط مش واطي ولا عالي، يكون واضح وبتتكلمي بهدوء. هتتفاجئي من كم الناس اللي انت بتتكلمي معاهم بتلاقيهم باصين لك بتركيز ومركزين قوي مع كلامك وكلامك شديدهم. بعد كده الأنثى الهادية اللي بتشد اللي قدامها، مستحيل حاجة تستفزها أو تعصبها بسهولة، ده بيخلي ليها هيبة كده والكل بيعمل ليها ألف حساب. طبعا ده حبا فيها مش خوف منها، أو إنها كله بيعمل لها حساب عشان هي بنت متشردة بقى وشبح بقى وكده، لا لا، ده حبا فيها. لا، عندها هيبة. كمان البنت اللي بتتعصب بسرعة واي حاجة بتستفزها بتبقى فريسة سهلة لأي حد يأثر عليها. اللي هو لو انتي صحاب في شلة صحاب في جامعة مثلا، عارفين ان في حاجة واحدة حاقدة عليكي، عارفة ان انتي بتستفزي بسرعة فتبدأ تدوس على نقطة ضعفك فانتي تتعصبي فهبتك تنزل في حاجات كده، فليه؟ لا، حاولي تنمي الحاجة دي في نفسك، انك تكوني رزينة ومش اي حاجة بتستفزك او تعصبك. بعد كده الناس اللي عندها قبول، كلامها حلو، الكلمة الطيبة صدقة. كوني مجاملة، المجاملة دي مش حاجة وحشة، بس ما تبقيش مجاملة كدابة، يعني اللي هو تقولي حاجات مستحيل تبقى في اللي قدامك، لا، خليها مجاملة صادقة. لو شفتي حاجة حلوة في حد مدحيه فورا، الله لبسك شيك قوي، ضحكتك بتديني طاقة مثلا، او انا بشوفك بحس ان يومي بيتفتح كده يعني. واهم حاجة ابعدي عن النميمة، الشخص اللي مش بيجيب سيرة حد بكلمة وحشة في غيابه. الناس بتثق فيه وبتحبه تلقائيا لأنهم بيحسوا بالأمان معاه، لكن لما تبقي قاعدة في وسط ناس أو في وسط مجموعة وجبتي سيرة حد وقاعدة دي عملت كذا دي سوت كذا، على فكرة هما بيبقوا سامعينك وقاعدين ممكن يكونوا مشاركين معاكي، لكن الانطباع اللي بياخدوه عنك انك بتجيبي سيرة الناس، فبالتالي ما بيحسوش بالامان معاكي، انت بتهيألك انهم مش مركزين، لكن لا، بياخدوا انطباع عنك انك بينفروا منك وما بيحبوش بقى يظهروا اي حاجة قدامك، لانهم بيخافوا. انتي طالما اتكلمتي على حد اكيد هتتكلمي عليهم يعني في يوم من الايام. اخر حاجة معانا في الفيديو النهاردة، خليكي حقيقية طبيعية كده، بلاش تقلدي حد وتحاولي تباني بيرفكت بزيادة. العفوية بحدود الأدب طبعا بتخلي الناس تحس انك قريبة منهم. خليكي طبيعية، وخلي طبيعتك دي احسن نسخة من نفسك. انا مش بقول خليكي طبيعية في الوحش، اللي هو انا طبيعي ان انا عصبية وبزعق ويعني بقول كلام مستفز وكل الحاجات دي، لا، غيري طبيعتك دي لحاجة تانية، اللي هو غيريها انك تكوني هادية. فخلي الهدوء اصلا طبعك، وكوني على طبيعتك الحلوة مش طبيعتك الوحشة. طبيعتك الوحشة نحاول نغيرها انها تبقى حلوة. نصيحة اخيرة بقى من قلبي، القبول بيبدأ من جواكي. لو انتي تقبلتي نفسك وصلحتي كل عيوبها، اللي حواليكي هيقبلوكي والناس هتشوفك جميلة ومحبوبة بدون اي مجهود، صدقيني. بس طبعا خليكي عارفة ان كده كده مش كل الناس هتتقبلك، مش كل الناس هتحبك، مش كل الناس هتشوفك عندك قبول، حتى لو انتي يعني كنت فعلا كده، لكن على قد ما تقدري خليكي إنسانة محبوبة، يعني ما يبقاش ده السائد. لكن كده كده أكيد هنقابل ناس في حياتنا مش هيحبونا مهما عملنا، لأن المشكلة فيهم هم مش إحنا. والدليل على كده سيدنا موسى راح لربنا
في يوم وقال له: يا رب كف ألسن الناس عني. فربنا سبحانه وتعالى رد عليه وقال له: يا موسى ذلك شيء لم أكتبه لنفسي. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا موسى: انت بتطلب مني حاجة كبيرة، انا يعني ما عملتش ده، ما كتبتش ده عليا. يعني الناس اصلا مش كل الناس مجتمعين على حب ربنا، ولا كل الناس مجتمعين على عبادة ربنا، ولا على الدين الاسلامي، ولا على اي حاجة. في ناس اصلا بيقولوا ما فيش اله في الوجود. فالناس اصلا مش مجتمعين على حب ربنا، هيجتمعوا على حبنا احنا؟ لا طبعا. وبس كده. لو الفيديو عجبك اكتبيلي كومنت باني استمر في سلسلة الفيديوهات دي عشان تشجعيني. ومع السلامة.